أسهل من تملق وتمسيح الشيوخ ماكو. عادي أقدر أتملق لأي شعب. شنو يعني جائزة؟ شنو يعني قطعة حديد؟ دراما أمر الطائي وأنس الشايب مولع على السوشيال ميديا نار، وخصوصا بعد الكلام الخطير اللي طلع من أمر. عجبكم أو ما عجبكم رح تبقون ما تحبوني ورح تبقى العقدة مالتكم. والاتهامات المباشرة لأنس واللي قلبت الترند صارت السوشيال ميديا كلها تحكي فيها. بهالفيديو هذا رح نكتشف حقيقة الخلاف والمشكلة بين الطرفين وشو سبب هالدراما اللي صايرة، ونعرف ليش أمر انفجرت بهذا الشكل، والأهم بالأخير نشوف رد أنس الشايب على هالموضوع. فوق كل هاد في ستوريات محذوفة لأول مرة بتشوفوها، أكيد كمان رح لكم آخر شيء رأيي بكل صراحة. فشاهد معي يا عزيزي المشاهد القصة الكاملة لدراما أمر الطائي وأنس الشايب. وهلا خلونا نبلش. هلا القصة بكل اختصار بلشت من عند أمر الطائي بعد إعلان الجائزة اللي كان فيها أنس الشايب وأمر الطائي وآياتي ولانا وسارة. المهم أنس الشايب بفوز فجأة، تنفجر أمر وبتنزل ستوريات بتتهم أنس فيها بشغلات كتير كبيرة، والموضوع أكيد بده يصير ترند لأنه كل الدراما وراها ترند. فخلونا هلا نحضر شو قالت أمر الطائي وبعدها نشوف رد أنس الشايب على هالموضوع. أوكي، وحدة قالت لها طيب أمر كيف أماني كيف وربي ليل ونهار بنصوت لك وربي ظلم. فهي عم بترد على هاي الرسالة. أنا ما فزت بالفئة مالتي which is totally fine. أنا already ما كنت حاطة expectations أو أنا راح أفوز. no I don't care لأنه I don't care رح تسمعوها كتير بهالفيديو. أصلا يعني بطبيعة الحال البنات بس يقولوا I don't care وراها بيكون مصيبة، لأنه أنا أعرف منو قمر الطائي وأنتوا تعرفون منو قمر الطائي وإحنا فايزين قبل جائزة وما تقيمني جائزة بالأخير. I don't care على جائزة، يعني أنا حابة أتونس. والله أنا آخر همي لأنه أنا أصلاً آخذ جائزة من قبل. طيب لشو جيت على الحفل هذا؟ إذا أنت آخر همك. هلا الواضح إنه التعابير اللي جواتها عم تطلعن شوي شوي حبة حبة. طيب فهمنا إنه أنت آخر همك، طيب ليش عم تطلع وتبرر للعالم إنه همك؟ بس أنا ما اهتميت لهاي المسابقة لأنه فزت أو ما فزت ما رح تغير شيء بحياتي. أنا هسه إذا ممكن أهتم بشيء واحد هو الجوي أووردز. إيه حابة تصوتوا لي بالجوي أووردز، مو على مود أفوز بس حابة أحضر الجوي أووردز انه رح نتونس كل شوي ورح يكون فعاليه حلوه لنا. تحسوا هيك شوي أمر الطائع عندها نرجسيه، كل شوي اني خلاص فهمنا انه انت أمر الطائع، فهمنا. يعني بتشوفوا في تناقض، بتقول لهم صوتوا لي وبعدين بتقول لهم اخر همي، بس صوتوا لي حتى روحوا اتسلى. فاذا مره ثانيه حبيت اترشح لاي مسابقه او اخذ جائزه قبل ما اسافر قبل ما اروح للايفنت قصدي مال جائزه، رح اسافر لي الفد دوله، رح كلش يعني أسوي عاداتهم وتقاليدهم وأصور وياهم وأحكي لهجتهم، ويعني كلش راح أخليهم يحبوني وكلهم يجوني جمهور جديد حتى يصوتوا لي وأفوز. هذا رح أسويه. هون يا عزيزي المتابع بلشت تلمح على أنس. قبل شوي قالت إنه آخر همها، هلا عم بتفوت وتعطينا السبب إنه هي ليش ما ربحت، لأنه أنس الشايب راح على الجزائر وصار يحكي بلهجتهم وصار يعمل عاداتهم وتقاليدهم ويروح من مدينة لمدينة. أوكي أنس الشايب عمل قصص غلط بس الرجال اشتغل وتعب. نحن قبل بفيديو منتقدينه لأنس، بس اللي بفكر إنه محتوى السفر وإنه راح على هذا البلد وصور فيه وصور أكلاته والبس لبسه شيء سهل، صدقوني لا أبدا ما شيء سهل. أنا عم بحكيكم عن تجربة، نازل مصور ببلده وحرفيا كان الوضع تعب بشكل ما طبيعي. شنو يعني جائزة؟ شنو يعني قطعة حديد أو وات ايفر، ما أعرف شنو هي شنو مصنوعة، شنو يعني؟ شو هي الجائزة؟ هي الجائزة قطعة ذهب ولا قطعة حديد ولا قطعة؟ شو هي الجائزة؟ شو هي الجائزة؟ ما خليتي شيء ما فضحتيه، على اساس ما مهتمه. اخر شيء بتطلع الجائزه حديد. ليش هاد درع اليوتيوب له قيمه ماديه؟ الجائزه ما ضروري تكون ماديه، احيانا بتكون جائزه معنويه هيك بس لحتى ترفع المعنويات. هدي شوي وروقي واشربي البيبسي الدايت اللي وراكي بس هيك لحتى تروقي اكثر واكثر. وهون كمان بدي تركزوا على هذا الحكي لانه بعد شوي رح تحكي كمان عكسه. يعني شوفوا هيك هرمونات البنات كيف تطلع وبتنزل، تلعب لعب. وابوس ايديناتكم واصابعكم اللي صوتت. اوكي من بعد ما نزلت هالستوريات شو بتكون امر عملت؟ بس ترجع تفاجئ متابعينا بتاني يوم انه هي شافت حالها على التيك توك انه طالع ترند، فقررت تزيد الترند. عجبتها القصه لعمر. وانا السنه الماضيه كنت مهتمه، السنه الماضيه صوتوا لي وما ادري شنو وما صارت بنصيبنا، بس كنت مهتمه. هالسنه انا ما مهتمه، انا فايزه بجائزه واعرف انه انا استاهل جائزه. يا عم ربحت بجائزه وهلكتينا فيها. لو ربحت بهالجائزه هالسنه شو كنت عملت؟ هون بلشت تفوت بمحور الكون، انه هي محور الكون والعالم كله بيفتل عليها، كيف الشمس وراها الكواكب هيك. والله صدق شو تريدون من قمر الطائي؟ لانه كل احد يحكي تاخذون كلامه بنيه حلوه، الا اني من احكي ينأخذ كلامي دائما بنيه مو حلوه، ينأخذ كلامي دائما انه اني حاقده وغيره. اني اغار من شنو؟ اول شيء انا ما اغار من ذكر،
حطوها بالصورة ماكو منيض غير الذكر. ما بعرف ليش بدك تغاري، مثلا يمكن لانه هالذكر عنده متابعين اكثر من ما عندك، او يمكن ربح الجائزة قبل بيومين 3 فغرت منه انت، ما بعرف، يمكن عجبكم او ما عجبكم رح تبقون ما تحبوني ورح تبقى العقدة مالتكم، هذا الحكي اللي يكرهوني. لانه انا صريحة، اني هاي المنصة عندي اياها، عندي ملايين المتابعين وعندي ناس تشوفني، عندي صوت انا اقدر اوصله بكيفي. شنو اريد احكي اقدر احكي، شنو اريد احكي اني حرة، ما حد لها علاقة، اني اريد اعبر عن رايي. انتوا ليش ضايجين؟ اكو شيء اسمه احترام الاراء، بس انتوا ما تحترمون. الاحترام معدوم هنا. ف بليز بطلوا كل ما سويت شغله وقمرت اوكي اثير الجدل، ما انا دائما مثير الجدل، يعني شنو ما اسوي انتوا تخلوني الله. قد ما بتقول اني خلص معروف اصلا بعلم النفس، كل واحد بيقول انا اكثر من 5 مرات بنص ساعه بكون محتاج لطبيب نفسي، لانه هالشخص عنده نرجسيه لازم يحلها. اني دا احكي طبيعي. اني البارحه قلت طيت رايي وقلت اني ما زعلانه، وطيت رايي لانه فعلا انه اني اذا اريد افوز بمسابقه اني ما حطيت راسي بهاي المسابقه، لو حاطه راسي اقدر اخذها. نفس ما غيري سافروا لغير دول وجمعوا جمهور جديد حتى ياخذون الجائزه، فليش انزعجت وارجع واقولها اسهل من اللي واقع ماكو. وهون بلش القصف من العيار الثقيل. قمر الطائي بنت العز والاصاله طلعت وكشفت المستور عن الخطه الشيطانيه اللي فاز فيها انس الشايب. كلنا نقدر نتلوق، واللي ما يفتهم شنو كلمه تلوق يعني تملق. اسهل من تملق وتمسيح الشيوخ ماكو. عادي اقدر اتملق لاي شعب واقدر اتملق لاي احد وامسح جوخ من هنا للصبح، بس عزة النفس حلوة والكرامة حلوة، يعني أنا ما أحتاج، أنا أعتز بأصلي وبناسي وبأهلي وأحب كل الدول، بس ما أتملق الأحد. انتوا بس شايفين التناقض، الهرمونات كيف تطلع وبتنزل. بعدين قبل شوي شفنا عم بتراضي المتابعين تبعوتك وعم بتقولي لهم انت بتحبيهم كثير وانت بوس ايديهم واصابعهم اللي صوتوا لك، جاي هلا عم تحكي لي عن التملق. هون بنشوف الصدمه يا عزيزي المتابع بعد كل هالحكي. لق 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 لق. على فكرة تسألوني من كان يستاهل الجائزة، ترى مو أني اللي يستاهل الجائزة، حياتي من الأخير. حياتي بتكون قاعدة هيك بأمان الله، بتلاقي فجأة الدراما من قمر الطائي لزقت فيها. ما بعرف ليش هيك المشاهير بحب يفوتوا العالم ببعضها أكتر. وكلنا الواعي كلنا نعرف شلون فاز وشنو السبب، وما أقول شيء مبروك إله، خليه يفرح، أول جائزة ياخذها بحياته، بالعكس والله العظيم مبروك إله، خليه يفرح. أنا ما دا أقول هذا حكي أنا اللي تاخذها، مو أنا اللي أستاهلها ولا هو. أنا كان نفسي بس تربح قمر شي جائزة لحتى أشوف بس ردة فعلها وشو رح تحكي بعدين. يعني مبينة شخصيتها مثل بس تلعب مع أخوك الصغير، وقبل ما تلعب وتنبهه إذا خسرت ما تزعل ما تبكي، يقول لك لا أنا آخر همي بس هيك لحتى أتسلى رايح، وآخر شيء عاد سكته لهالولد الصغير بعد ما تكون خسرته، وهيك هلا عم تعمل. هلا هون يا عزيزي المتابع بنجي لرد أنس الشايب اللي هو مستفز أكثر من ما إنه أخذ الجائزة. واش يا أخو عم يحكي بالجزائر، يعني شو يا أخي، بس ما الكل بيقدر يحبوا الجمهور الجزائري. فوتوا بلدين بيعملوا فتنة بين بلدين يا زلمة. جمهور الجزائر بهالقصة أصلا مسكين، فجأة هو فات بالترند بلا ما يعرف. واحد شو بيكتب له بالكومنتات، سجلي بفئة الغيرة رح تفوزين. هلا بنجي هون لرأيي بصراحة، قمر أخذت الموضوع بشكل ترند لحتى تطلع ترند على ترند أنس، هيك الواضح، لأنه هي عرفانة إنه طلعت ترند فرجعت نزلت ستوريات وحكت أكثر بالموضوع. واللي ما بيعرف يا عزيزي المتابع إنه أغلبية هدول المهرجانات أنت أصلا بتشارك فيهم، يعني أنت بتقدم وبتشارك فيهم وهن بيقبلوك، ومن بعدها بيصير التصويت. هلا بتحسوا إنه استغل الجمهور الجزائري أنس الشايب مثل ما قالت قمر، ولا قمر الطائي هيك عم تحاول تعمل حالة ضحية لحتى هيك تجهز حالها لمهرجان جوي أوردز وتربح فيه. اكتبوا لي رأيكم بالكومنتات، وما تنسوا تشتركوا بالقناة لأنه طموحنا نوصل 200,000 قبل نهاية السنة، أصلا ما بقى 20 يوم فأكيد ما رح نوصلها، بس انتوا حاولوا واشتركوا، يعني ساعدوني فرحوني يا عمي، فرحوا أخوكم الصغير أو الكبير. قريبا كثير بدي أعمل فيديو عن أسئلتكم، فاكتبوا لي بالكومنتات شو حابين تسألوا، بما أنه نحن لسه شوي صغار عم نكبر فلحقوا حالكم واسألوا السؤال هلا. شوفكم بالفيديو الجاي، سلام.